الله، طب انتهي عليه شوفيه كده، هو ما ينفعش يقعد معانا اصلا خالص. انتهي عليه شوفيه. ايه يا احمد؟ خير، في حاجه؟ ايه يا حبيبي؟ انت مش واخد بالك ان انت كبرت كده وما ينفعش تقعد معانا، وانا عندي بنتي في سنك، يعني ما ينفعش انتوا الاتنين تبقوا مع بعض في بيت واحد كده. ازاي يا مرات ابويا؟ هو ايه اللي ازاي؟ انت مش شايف نفسك طولك قد ايه بقى قد ايه؟ ماشي، بس البيت بتاع بابا. برضه مش هينفع تقعد في البيت هنا. قصدك ايه يعني يا مرات ابويا بالكلام ده؟ قصدك يعني ان انت تمشيني من بيت بابا؟ اه طبعا، انت شايف حل غير كده؟ انا مستعد ان انا امشي من هنا، بس بشرط ان بابا هو اللي يقول لي امشي من البيت ده. بس كده بسيطة قوي. يا سلام، خليه هو يقولك. الو. اي يونس. ايه يا حبيبتي، خير في حاجة؟ طب خد ابنك معاك بقى فهمه. طب خلاص ادهوني. انت بتقولي ايه؟ كلم بابا. اكيد هيرفض طبعا. شوف بقى. الو. ايه يا بابا؟ احمد يا حبيبي، انت طبعا كبرت وما ينفعش مرات ابوك هي اللي تقعد بره. انت لازم تتصرف وتروح بقى عند خالك، عند حد من اصحابك. انت شاب وهتعرف تتصرف يعني، لكن هي هتتصرف ازاي؟ حاضر يا بابا، انت شايف كده؟ احمد، لازم تسمع كلام ابوك، واللي اقول لك عليه تنفذه بالحرف الواحد لحد ما ابقى اجي ان شاء الله واشوف لك مكان. يلا اديني مرات ابوك. طب هي معاك ايه؟ اي يونس. خلاص احمد هيسمع الكلام وهيشوف له مكان يروح فيه. اهم حاجه انت بس ما تزعليش نفسك. اه شاكرة قوي يا حبيبي. تمام، عايزه حاجه تاني؟ ماشي صح، يبقى سلمين على هند الاموره بنتك. هند؟ اه كويسة. سلم عليكي يا حبيبتي. بيسلمي لي عليه يا ماما. حاضر. ماشي يا حبيبي، يلا باي باي، خد بالك من نفسك. ماشي يا حبيبتي، يلا مع السلامه. سلام. ايه ده، انت لسه واقف؟ اتفضل يلا امشي. استنى. استنى عندك. استنى خد اللبس بتاعك. يا هند. نعم. روحي لي اللبس بتاعه اللي جوه. اديهوله بالمره. معلش بقى، احنا مش عايزين حاجه تفكرنا بيك. شكرا، ما كل واحد بيعمل باصله. كفايه بقى عليك كده. اتفضل، هتوحشني قوي. متنساش تقفل الباب وراك. اقفل الباب. العيب مش عليكم، العيب على بابا، هو اللي وصلني لكده. كل ما افتكر شكله وهو بيقول، لما بابا يقول لي الاول بقعد اضحك قوي. كان مفكر ان احنا اللي هنمشي، ابوه هيقول له اه احنا اللي نمشي. ده هبل ده ولا اتجنن ده ولا ايه؟ طب يا حبيبتي، لو احتاجتي اي حاجه قولي لي عليها وانا هجيبها لك على طول. خلاص، من عيوني الاتنين. ماشي ماشي حبيبه ماما. ايه ده؟ احمد؟ ايه يا احمد؟ يا اخي انا كنت جاي اقعد معاك بس يومين هنا. جاي تقعد معايا يومين؟ وايه عقبال الشنطه بابا دي؟ يجي من السفر. طب بص يا احمد يا ابن اختي، في راجل كده بتاع كافيه حبيبي قوي، عايز واحد يشتغل معاه. على فكره شغلانه حلوه ومرزقه وهتاخد قرش كده، وكمان يا سيدي ما تزعلش هشوف لك مكان تبات فيه. ايه رايك؟ ماشي ماشي طب ماشي. تعالى اوديك. ايه ده؟ يا معلم اشرف، انت شغال بايدك ولا ايه؟ ما انا قايل لك شوف لي حد عشان الواد سابني. ما تقلقش، قلت لك بقى بص الواد ده عيل امين وعيل كويس قوي. اصل ده ازاي يشتغل هنا في الكافيه ده؟ طبعا بقول لك عيل امين وكويس. بس ده شكله مش بتاع شغل ولا مرمطه ولا الكلام ده. لا هو بس عشان هادي في نفسه بس حبتين، بس واد كويس يعني. ايه رايك فيه؟ تمام؟ تمام. طب بقول لك ايه، بالله عليك الاوضه اللي انت كنت بتقول عليها كده بس خلي بس عشان يبات فيها يعني. هو ما عندوش مكان ولا ايه؟ لا اهم حاجه يا عماد، الواد ده امين ولا ايه؟ لا، ده قمه الامان، انا عارفه كويس. طيب ماشي خلاص؟ بص يا حبيبي، خلاص ماشي يا عماد. يلا سيبكم انتوا بقى، السلام عليكم. هشوفه كده اول يومين. بص يا حبيبي، امسك الحاجه بتاعتك دي واركنها هنا، ونضف لي بقى كل الترابيزات والكراسي دي، سيقهم كويس. لا برافو عليك يا بنت شيماء، انت مشيتيني لما رن عليها عشان يروا لنا الجو كده. الو،
ايوه شيماء، انا جاي لك. سلام. ايوه ازيك يا هند؟ ازيك يا عم، عامل ايه؟ هند. ايه يا عماد عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ اتأخرت ليه؟ وحشتني. تمام الحمد لله. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ انت عفريته، ازاي خليتيه يونس الستاره دي ابنه اصلا؟ ايه رأيك؟ انت عملتها ازاي دي؟ ما انا خيرته بيني وبين ابنه، طبعا لازم انا اللي اقعد هنا انا وبنتي. ايه الافكار الجنيه دي؟ شفت؟ ايه رأيك؟ انت من احمد بالنسبه لك ايه؟ احمد ده ولا حاجة بالنسبة لي. احمد ده بالنسبة لي المكان اللي انا قاعدة فيه بس، لكن انت اللي في القلب، انت اللي حبيبي. لا، هو احمد قفل؟ طب يا ترى سمع ولا ما سمعش؟ معقول؟ يعني عماد في بيتي وقصد انه يسمعني؟ ماشي يا شيماء. يا شيماء معلش انا جالي التليفون وماشي. ليه بس كده يا عماد؟ انا بعملها النهارده. الله، ماشي ليه ده؟ يا عماد ايه يا شيماء؟ بقول لك اوعى تكون زعلانه عشان خاطر اختك. عشان خاطر ابن اختي؟ اه لا لا، ولا كنت في دماغي، ده كمان ده هو جالي وانا مشيته. يلا واحده. يلا. عماد، يونس انت كنت بتعمل ايه جوه؟ كنت بعمل ايه؟ اللي سمعتهولك يا احمد عشان تعرف تختار كويس. شيماء، ايه يونس، ازيك؟ ايه الحمد لله على السلامه. تعالى تعالى ادخل. ده امال ليه؟ عماد كان كنت بيعمل ايه قوي. هنا؟ ايه؟ عماد كان بيعمل ايه هنا؟ عماد؟ عماد كان جاي يطمن على احمد، وقلت له ان انت مشيته. وندمان ان انا مشيته. ليه؟ عشان انا عرفت كل حاجه يا لهوي. وسمعت كل اللي دار بينك وبين عماد. ده ايه ده؟ عم يونس جه؟ انا هقوم بسرعة. ايه يا يونس الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حاجه من اللي انت بتقول عليها دي حصلت خالص اصلا. ده كان جاي يطمن على احمد. المفروض بقى ان انا اصدق. ما هي ده اللي حصل. دي ناويه الحقيقة. تكملي في الكذبه والتمثيليه بتاعتك؟ الله، في ايه؟ اكبر غلطه عملتها في حياتي ان اتجوزتك واخترتك. اول مره اختار غلط. عم يونس عامل ايه؟ تعالي نشوف في ايه. يلا خدي بنتك وامشي من هنا. الحقي في ايه؟ يلا خدي بنتك وامشي من هنا. يا لهوي، تعالي نمشي في ايه؟ انا اللي غلطان اني سبتها تقعد براحتها في بيتي وبيت ابني هي وبنتها، وارمي ابني في الشارع. عماد، ايه يا شيماء؟ بقينا في الشارع يا عماد. معلش ليه؟ معلش، اصل في واحد كان عايز يسلم عليكم. مين ده؟ تعالى. انا اللي كنت عايز اسلم عليكم. يا سلام. هو اتفضلوا في ايه؟ اللبس اللي بتاعكم بيحصل اهو، ده؟ عشان مش عايز افتكر منكم اي حاجه. خدوا اللبس ده؟ اهو. خلاص روح انت يا احمد. حاضر. عماد احنا مفيش مكان نقعد فيه. على فكره انا كنت بعمل كل ده عشان اجيب حق ابن اختي. يا لهوي. سلام يا شيماء. ماما، انا مبقتش فاهمة حاجة، هو ايه اللي بيحصل؟ الحقيقة مش عارفة.